السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو. وفضلا منكم وليس امرا، يا ريت كده لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشجعيني كده بلايك حلو منك. النهارده فراخنا عمرها 18 يوم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. احنا شغالين طبعا زي ما قلت لكم. احنا غيرنا العلف اول امبارح اللي هو كان عمر اليوم ال16. نزلت قبلها بليلة بالليل مضاد سموم، ونزلت طول النهار وبعد كده بالليل. وامبارح الصبح نزلت معاكم عصير مية البصل، عصير الخلطة اللي احنا بنعملها اللي انا قلت لكم عليها. دي رافع مناعة، ودي يعني مضاد حيوي، وعايزة اقول لكم صيدلية كاملة. تمام. الوصفة دي هتعمليها قد ايه في الاسبوع؟ 3 مرات في الاسبوع، اللي هي المية بتاعة الخلطة. تمام. واهم حاجة طبعا الخلطة بتاعتنا بتاعة الصبح اللي احنا بنفطر بيها الفراخ. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ 3 بصلات كبار، 4 ليمونات كبار او 5 مفيش مشكلة، الليمون مفيد جدا جدا، بنجراية كبيرة. تمام. لو البنجر بتاعك صغير حطي 2 قرنين فلفل حامي، راسين توم كبار. تمام. دي خلطة التوم والبصل والليمون والبنجر. اضربيهم في الكبة مع بعض كويس جدا، وبعد كده حطيهم في علبة واحفظيها عندك على رف التلاجة، وخدي منها على حسب بقى كمية الفراخ بتاعتك. انا هنا الكمية بتاعتي باخد معلقتين هرميين كبار. تمام. ده كل يوم الصبح. بالليل بقى مش بنحط خلطة البصل. تمام. فالنهارده باذن الله انا حطيت امبارح بالليل كمان، يعني انا حطيت بالنهار الميه بتاعت عصير البصل. تمام. بالليل نزلت مضاد سموم. في وسط النهار لما السقايه بتاعتي خلصت نزلت املاح معدنيه. طيب انا النهارده الصبح نزلت ايه؟ نزلت عصير البنجر. تمام. احنا دلوقتي في نص النهار. بصوا حتى هنا هي بسم الله اهو الفطار بتاعهم خلاص. الفراخ قربت تخلص العلف. تمام. اهم حاجه فطارهم كل يوم الصبح على العلف خلطه البصل. تمام. انا بسست الخلطه زي ما انتم شايفين اهوت. يعني دي باقي الكميه بتاعت فطارهم الصبح ما شاء الله. تمام. بصوا انا هنا بقى مزوده ايه؟ الفول. تمام. هنا مزوده الفول. الفول نزليه من عمر 18 يوم او 17 يوم وما تخافيش. كسر الفول. تمام. حلو جدا جدا. ده بقى اللي هيخلي الفرخة معاكي ما شاء الله يبقى لحمها احمر كده وزي السكر وكأنك بتاكلي فراخ بلدي. تمام. من عمر 18 يوم ابدأي انك تحطي فول على العلف. طيب نحط كمية قد ايه؟ عشان خاطر طبعا الفول ده كله بروتين. نحط قد ايه عشان الفراخ ما يجيلهاش اسهال؟ ننزل على ال50 كيلو الشكارة ال50 بحط عليها 2 كيلو ونص فول. تمام. الشكارة ال50 بنزل عليها 2 كيلو ونص فول. تمام. انت بتجيبي 25 حط عليهم كيلو وربع من الفول الحت اللي هو من غير قشر. عايزة اقول لكم بقى الفول ده سحر في الاوزان. امشي كده معانا على الخطوات اللي احنا بنقول عليها وانتي هتستفادي كتير. فراخ البيضة مش عايزة عك كتير. تمام. اللي انا بقول لكم عليه ده مش تجربة تربية او 2، تجربة 4 سنين. تمام. فامشي على الخطوات دي وما تقلقيش خالص من الفول. الفول هيخلي الفرخة ما شاء الله تاكل والفرخة يبان عليها لان الفول كله بروتين. تمام. اهم حاجة مضاد السموم نزلي يوم ويوم. يعني النهاردة هتنزل مضاد سموم، خلاص بكرة ما ننزلش مضاد سموم، ننزل بعد بكرة. لو المضاد مش بيولوجي نزلي كل يوم 8 ساعات. لو مضاد سموم عادي مش بيولوجي نزلي كل يوم 8 ساعات. تمام. الفرخ ما شاء الله الفرخ العريان ده ما تخافيش منه. فرخ العريان اعرفي ان ما شاء الله هيجيب معاكي وزن. شايفين الخلطة عاملة ايه في الفراخ؟ ما شاء الله البنجر مفيد جدا جدا وفوائده كتيرة جدا جدا. تمام. حطي البنجر للفراخ مع الخلطة وما تخافيش.
وانا كل يوم الصبح لازم ان انا انزل لهم عصير البنجر. يعني كل يوم الصبح بيفطروا بعصير البنجر. لكن لو هعمل معاكم وصفة تانية بنزلها الصبح عادي، مفيش اي مشكلة. وعايزه اقولك لو عودتي فراخك كل يوم على انك تعملي ربع بنجرية عصير، يعني انا الكميه دي كلها بحط لها ربع بنجرايه. تمام. طيب النهارده في نص النهار هنزل لهم مشروب ايه؟ يعني احنا دلوقتي كده الساعه 3:30. تمام. انا معايا هنا زي ما انتوا شايفين اهو العسل الاسود. تمام. هاخد كده معلقه كبيره، بسم الله، معلقه كبيره. تمام. معلقه من معلقه الاكل. ودي ليمون، على ليمونية كده كبيرة. الليمون ده بقى مع العسل فاتح شهية. عايزة اقول لكم حلو لصدر الفرخة. طبعا انتوا عارفين فوائد العسل دي متكلمين عليها كتير جدا. تمام. ناخد قشر الليمون كده، بصوا نحطه في السقاية كده، بسم الله. نقلب بقى كده. انا حطيت في كوبايه كده على جنب عشان خاطر ايه، يعني نتاكد ان العسل هيدوب كده في الميه. بسم الله. ما يرقدش معانا في القعده بتاعت السقايه او في غطا السقايه. بصوا اهو، قلب. المشروب ده اعمليه 3 مرات في الاسبوع، ما تقلقيش خالص. العسل لو زودتي زياده عن اللازم هيعمل اسهال، لكن حطيت لي كده المعقول اهو على السقايه 2.5 رجل ميه. شايفين اهو، بسم الله. ما تزوديش في اي وصفه عشان ما تقلبش معاكي بحاجات تانية. تمام. ننزل لهم الميه، بسم الله. نزلنا كده الميه زي ما انتوا شايفين اهوت. الفراخ راحت تشرب. اهم حاجه عطشي الفراخ وجوعيها كل يوم الصبح 1.5 ساعة وبالليل 1.5 ساعة، وبعد 20 يوم هنزود التجويع. تمام. انا طلعت يعني صدفه كده، انا فكرت عندهم ميه لقيت السقايه خالصه. شايفين ما شاء الله الخلطه بتاعه البصل بتفتح شهيه الفراخ. تمام. والعسل مع الليمون عايزه اقول لكم فاتح شهيه وكمان مضاد سموم. وعايزه اقول لكم يعني العسل ده لو تعرفي فوائده ما شاء الله هتمشي زي ما احنا ماشيين كده. حطي 3 مرات في الاسبوع. تمام. ما تقلقيش خالص من العسل والليمون. الليمون طبعا ده انتوا عارفين فوائده كتيره جدا، والعسل. تمام. السقوه دي عايزه اقول لكم فاتح شهيه ورافع وزن وما شاء الله. العسل طبعا اهم حاجه، اوعي تزودي فيه زياده عن اللزوم عشان ما يقلبش مع الفراخ بتاعتك بيسهال. تمام. فاهم حاجه الفول، فنزلي الفول من عمر 18 يوم وما تخافيش. تمام. الفول حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم يعني يوم ما بذبح وبنضف الفراخ بلاقي كده في الحصله الفول زي ما هو، لانه طبعا بروتين مش بيتهضم بسرعه، بيهضم. يعني الفرخه بتهضم العلب بسرعه لكن الفول مش بيتهضم بسرعه. تمام. فيبقى ما شاء الله بيربي معاكي لحم، وبتلاقي كده ورك الفرخه ما شاء الله احمر وجميل، وبيقلب معاكي الطعم في حته تانية خالص. تمام. فدي السقوه اللي انا نزلتها، وبالليل باذن الرحمن هنزل لهم احماض امانيه. تمام. زي ما قلت لكم الفيتامين، الاحماض، الاملاح دي لا غنى عنها طول الدوره. هنوقفها بس قبل ما نذبح مثلا ب10 ايام ولا مثلا 7 ايام. تمام. لكن مضاد السموم ده مكمل معانا لاخر الدوره. قبل ما نذبح بس نوقفه ب3 ايام او ب4 ايام. تمام. فزي ما قلت لكم الصبح حطيت خلطة البصل والثوم والليمون والبنجر، وبزود عليهم قرنين فلفل حامي. عايزة تحطي براحتك، مش عايزة براحتك. تمام. هو الفلفل الحامي يعني عايزة اقول لكم بيطرد البرد من جسم الفرخة وبيسخن جسم الفرخة. طيب انا النهاردة عملت ايه؟ زودت التهوية. تمام. انا كنت امبارح رافعاها لفوق شوية، هنا نزلت التهوية زي ما انتوا شايفين كده، والباب خلاص هسيبه مفتوح.
الباب هسيبه مفتوح عشان خاطر عايزين تهوية الفراخ. كل ما بتكبر معاكي فلازم تزودي لها التهوية شوية. تمام. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت. كنت عايزه اوزن معاكم النهارده، ايه رايكم نوزن ولا ايه؟ هجيب الميزان ونشوف الوزن وصل معانا لايه النهارده. عمر 18 يوم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 756 جرام، حلو جدا. عمر 18 يوم. تعالوا نوزن كمان فرخه تانية. بسم الله، انزلي كده يا حاجه كده. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفي كده يا حاجة كده. بسم الله. في رجلك دي كده عدلها شوية. الميزان بس المشكلة ان الميزان صغير. بسم الله. 906 جرام. 905 جرام. تمام. 905 جرام، حلو جدا جدا. عمر النهارده كام؟ 18 يوم. ما شاء الله. شايفين بقى الخلطه والمشروبات اللي بنعملها عامله ايه في الفراخ؟ عامله تفجير في الاوزان. 905 جرام. تمام. حلو جدا جدا جدا. حلو الوزن ده على كام؟ على 18 يوم. زي ما بقول لكم الفراخ البيضة ما شاء الله بتفرق معاكي، مع طبعا انك بتظبطي التهوية وتظبطي التدفئة عندهم، ومع الخلطات والمشروبات اللي احنا بنحطها. عايزة اقول لكم في اوزان اكبر من كده كمان. تمام. فما شاء الله حلو جدا جدا جدا. اللهم بارك. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا بسم الله ما شاء الله. فانا اي وصفه بعملها واي حاجه بحطها لفراخي انا بقول لكم عليها. مفيش اي حاجه بعملها من ورا الكاميرا، كل حاجه بقول لكم عليها. فيا ريت كده حبايبي يشجعوني ويفرحوني كده بلايكاتكم الحلوه، واشتركي كده في قناتي وانتي مش هتندمي. وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.